السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن الأحوال يا رب ومبسوطين، ورمضان كريم جاي علينا بالخير يا رب كلنا. وإن شاء الله إن شاء الله النهاردة هجعلكم فيديو جديد من قناة حوادثنا إن كيتشن، إنما فيديو بقى من الآخر بصراحة يعني. وإن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تردوا تقولوا لي ايه؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وتروحوا دايسين لايك على طول. أعتقد يعني المناظر اللي قدامنا دي تستحق اللايك وبجدارة. النهارده انا جايه لكم فيديو مخصوص اوريكم ان كل الهيصه اللي انا عاملاها قدامكم دي بلفه جلاش واحده بس. عملتها ازاي؟ والحشوات دي جديده ومميزه، وهنشوف ان شاء الله مع بعض، والطريقه جديده ومميزه. بصوا الشكل الجمال، بصوا ما شاء الله. هندخل ان شاء الله دلوقتي على الفيديو كلنا نشوف الحاجات دي اتعملت ازاي واتحشت ايه وحصل معانا. بصوا الجمال ده بقى، ايه رايكم؟ ما شاء الله. وان شاء الله ان شاء الله هيعجبكم الفيديو، هتحطوا لايك. ويلا بينا على طول على الفيديو نشوف الجمال ده. يلا بينا. يا حطيتوا لايك؟ حطيتوا لايك؟ حطيتوا لايك؟ يلا بينا على الفيديو بسرعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ويا رب تكونوا بخير يا رب واحسن الاحوال. النهارده راجعه لكم بوصفه جديده ان شاء الله على قناه حوادثنا ان كيتشن. الوصفه الجديده دي هي عباره عن لفه جلاش، هنعمل منها اكتر من شكل واكتر من حشوه، وهنشوف الطريقه عامله ازاي. وخليكم معايا وان شاء الله الفيديو يعجبكم. اول حاجه انا قلت ابدا في تجهيز الحشوات عشان ما اطولش عليكم. انا جبت بسبوسه، كوبايه بسبوسه، نص كيس بسبوسه، وحمرته في الزبده طبعا. وبعد ما اتحمر هحط عليه شويه مكسرات. طبعا اللي مش عاوز ما يحطش، لكن ده بيخلي طعم الحشوه مميز. وهنا جبت الكنافه وحطيتها في الفريزر قبلها بيوم علشان تجمد، وبعد كده طلعتها وكسرتها زي الشعريه كده زي ما انتم شايفين، وبحمرها بالزبده برضو. وهنزل عليها هي كمان بالقبل مكسرات، بس تحمر حبه. البسبوسه لازم الشربات يكون سخن، لكن الكنافه الشربات هيكون بارد. اهي خلصت كده انا الحشوه بتاعت البسبوسه، هسيبها واكمل الحشوه بتاعت الايه الكنافه. مكسرات عشان تتحمر معاها وتاخد ايه تحميصه حلوه كده. خلاص كده هي اتحمرت، وهننزل عليها بالشربات الساقع البارد يعني مش سخن. دلوقتي بقى احنا هنبدا ان شاء الله نعمل ايه الجلاش. هنشوف هنعمل ايه. انا جبت لفه الجلاش وبقيت اقسم كلهم بالنص، يعني جبت الورقه اهي اللفه كلها اهي، هقسمها كده واقصها من النص يبقى حتتين قد بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. حط هنا الزبده بقى، وبرده بنفس الحشوه. الشكل ده كله هنعمله بنفس حشوه البسبوسه. شايفين؟ هنبدا برضو ايه نكشكش فيها تاني كاني هعمل مروحه. بالراحه كده عشان نجمع كل الحشو جواه اهي. خدها برضه احطها جنب اختها في الصينيه واحطهم جنب بعض خالص كده. كده الزبده، واجيب البسبوسه فوق الوش ارش. شايفين بوزعها ازاي في الورقه عشان تبقى كلها فيها. مقولكوش بقى على الطعم والشكل بقى تحفه. وهنشوفوا بقى في الاخر بعد ما اخلصها هحط عليها ايه، علشان خاطر برضو تمسكها في بعضها، مش هسيبها كده وخلاص. وبعد ما تدخل الفرن وتطلع شوف برضو هعمل فيها ايه.
نبدأ برضو نكشكش بنفس الطريقة. بركو الحشو يبقى ايه جواه. اسمها كرمشة، احنا نقعد نكرمش كده في الجلاشية وجواها الحشو، اسمه الجلاش المكرمش. اخلص بقى وارجع لكم تاني. دلوقتي خلاص انا خلصت الصينيه اهي كلها بنفس الطريقه اهي، وهرش عليها كده على خفيف فوق الوش، لان كده كده الحشو كله زبده، والجلاش انا دهناه زبده وانا بعمله. وفي عندي جبت بقى هنا كوبايه لبن ساقع عادي او دافي مش سخن يعني، وحطيت جواه بيضه وباكو فانيليا وقلبتهم مع بعض، وهحطهم على الصينيه دي وهدخلهم الفرن. طبعا الفرن انا مسخناه فوق وتحت. بسم الله الرحمن الرحيم. الخليط ده بقى هو اللي هيمسكها بقى كلها في بعضها ويخليها لنا قطع جامده على بعضها، قطع ماسكه نفسها، لان ده ما بياخدش حاجه. اما يطلع هوريهولكم. نبدا بقى في الشكل التاني. هنجيب الجلاشه اللي احنا قطعناها دي ونقسمها لثلاث اجزاء قد بعض اهو بالطول كده، شايفين؟ قطعت الجلاش وندهنها بالزبده، ونجيب الحشو بتاع الكنافه وناخد منه بقى حته كده صغيره، شايفين اهي، واحطها كده وهبدا الف عليها زي السمبوسك. عارفين طبعا السمبوسك بتلف ازاي؟ هعمل كده وتبقى حته كبيره من جوه تخينه كده اهو، شايفين؟ زي لفه السمبوسك بالظبط، تبقى من جوه مليانه بالحشو واقفلها. في عندي بقى الصينيه انا دهناها اللفه بالطريقه دي، تحطي جواها كنافه، تحطي جواها بسبوسه، على حسب الحشوه اللي انت ايه عاوزاها. دي معاكي ودي معاكي، بس نحط حشو كتير، شايفين؟ هي كده كده الكنافه اللي من جوه دي متحمره ومستويه، والجلاش ما بياخدش غلبه في الفرن، بيستوي بسرعه هو كمان. بصوا بقى شكلها بقى عامل ازاي. اول ما بتطلع بقى من الفرن نروح حاطين عليها الايه الشربات. طبعا الشربات بيكون بارد، فرن هي كمان تستوي. وهنبدأ بقى في شكل جديد، ادي عملنا كده شكلين، هنبدأ بقى في الشكل التالت. نبدأ بقى الشكل التالت وهو اسمه عش العصفورة. هنعمل عش العصفورة ازاي؟ هنجيب برضو الجلاش اللي احنا مقطعينه ده، ولازم يكون طري على قد ما نقدر نحافظ عليه طري. هنجيب واحدة كده النص اللي احنا عملناه ده اهو، ونجيب اي ايد معلقة خشب، اي بسم الله الرحمن الرحيم، تكون مدورة ومبرومة، شايفين؟ وهنبدأ نلفها كده، نزق من تحت اهي اهي، طلعت خلاص، شايفين عاملة ازاي؟ وهنسيب حتة كده ونلف، شايفينها؟ وهحطها في الصينية كده، واحاول اخلي الحتة الطرف دي مزنوقة في الصينية كده. هنشوف بعد كده هنعمل ايه، بس عشان خاطر الجلاش ما ينشفش مننا اهي. واحدة تانية اهي، احطها كده واجيب ايد المعلقة الخشب الف عليها كده اهي، شايفين اهي.
وازق من تحت عشان تبرم معايا تكشكش. شايفين اهي، واروح جايه مطلعاها واروح لفها كده اهي. شايفين عامله ازاي؟ هوريها لكم دلوقتي. شايفين اهي كشكشت معايا اهي، اروح جايه مطلعاها بقى بمنتهى السهوله. خلي الحته الزياده دي في النص كده عشان لسه هحط جواها الايه الحشو. هعملها دلوقتي واوريها لكم. هعمل دي واوريكم بقى على كده هعمل في دول ايه. ده كده اللي هنحط عليها الحشو عشان يبقى هو ده العيش بتاع العصفوره. شايفين؟ كل ما تعملوها على واسع كل ما تطلع معاكم بسهوله. خلاص احنا كده باينين كده. هعمل ايه بقى؟ هتتقطع، فدي بتدهن بعد ما ايه هتتبرم كده. شايفين الجلاش المثلثات اهو سمبوسه طلع، نرشه بالشربات. انا قلت اطلعه واوريه لكم عشان لسه بكمل عيش العصفور. النص التاني الشكل الايه الاخير اهو، اللي هو الشكل بقى الايه العادي، بس هحشيه بقى بالبسبوسه. شايفين؟ هجيب الورقه برضو اللي انا قسمها بالنص دي واحطها كده وادهنها بالزبده، وهجيب الحشو بتاع البسبوسه اهو عشان يبقى فيه تشكيل في الشكل وفي الطعم كل حاجه. ونلف بقى عادي خالص ونعملها ايه صباع كده. احنا دلوقتي بقى على ما بقيه الجلاش اللي في الفرن يستوي بدات اقطع الصينيه الاولانيه اهي، قلت اوريها لكم برده اهي. شايفين الجمال؟ شايفين بتطلع ازاي؟ ما شاء الله عليها. طبعا مش محتاجه اقول لكم على الطعم، انتوا اكيد عارفينه لان المكونات باينه. ادي الصينيه الاولى. نبدا برضو نعمل ايه على ما اللي في الفرن يستوي. نشكل الجلاش المثلثات اللي احنا عاملينه ده. انا جبت شوكولاته فورماسيل وجبت جوز هند اهو، هشوف هعمل ايه بيهم. الجلاش معمول في العسل بتاعه اهو. هجيب من على الطرف، بصوا اهي، هحطها كده كده والطرف التالت اهي. شايفين عامله ازاي؟ وهحطها كده واجيب واحده تانية بنفس الطريقه جوز الهند، والشكل بتاع الفورماسيل بنفس الطريقه اهو. كده والناحيه التانية كده وفي النص كده 3 بواز بتوعها واروح حاطاها كده كده. احنا خلصنا الشكل التاني اهو. يبقى الشكل الاولاني اهو وادي الشكل التاني. لسه الشكل التالت بقى في الفرن لسه ما طلعش. شايفين الجمال؟ بصوا المنظر بقى، واو. ايه رايكم بقى في الجلاش الجديد بتاعنا؟ اهو كده بقى جلاش جديد. كل يوم ناكل جلاش صينيه جلاش صينيه كده. بصوا الجمال بقى، بصوا الجمال بقى ومنظرها.